انا عارف انك ما اتولدتش في بقك معلقه دهب زي ناس كتير انت بتشوفهم حواليك وانت عارفهم يعني، وكلنا عارفينهم. مسألة ارزاق. بس ليه يا رب انا ما اتولدتش في بقي معلقه دهب وفلل وفلوس وعقارات ونفوذ وسلطه وحاجات كتير جدا اي حد فينا بيتمناها؟ طبعا قبل اي حاجه الصحه. قول يا صحه. الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء، فاهم حاجه الصحه، وبعد كده تيجي اي حاجه. مش معنى كده ان احنا ما نحلمش، وحلمك مشروع وخزائن ربنا كتير ما بتفضاش. صدق نفسك، صدق حلمك، حلمك مشروع. قول يا رب، ما تقولش يا عبد. ثق في ربنا، ثق في نفسك. الناس اللي انت بتشوفها اتولدت في بقها معلقه دهب فلوس وعقارات واطيان واللي اكيد اول واحد فيهم بدأ من الصفر ووصلهم للمرحله دي، ان بقيت سلالته اللي بتيجي بيتقال عليهم اتولدوا في بقهم معلقه دهب. يعني من البدايه ومن الجذر في حد اشتغل على نفسه وصدق نفسه وتعب لحد ما وصل للمرحله دي. انا عايزك تكون الجذر ده، بس قبل اي حاجه يعني يكون ربنا راضي عنك، وتحمد ربنا على نعمه الصحه، وتبص للايجابيات ما تبصش للسلبيات. تتاكد انك احسن من غيرك بكتير جدا، والنعم اللي عندك صدقني اللي انت مش حاسس بيها هي حلم بالنسبه لناس كتير. لكن عايزك تصدق نفسك، تصدق حلمك، تثق في ربك. قول يا رب، تقولش يا عبد. اجتهد، لكل مجتهد نصيب. اسعى، وما للانسان الا ما سعى. لنفسك وبنفسك ومن غير مساعده حد. توفيق من ربنا سبحانه وتعالى بس، وبمساعدة ربنا ليك إن شاء الله، وربنا ما يحوجك لحد. والرسالة دي ليك، وبقولك الكلام ده ليك وليا، وبفكر نفسي بيه يعني، إنك أنت هتوصل لحلمك طول ما أنت واثق في نفسك ومصدق نفسك، وقبل أي حاجة واثق في ربنا. هتوصل، مسألة وقت. ربنا بيختبر صبرك، أهم حاجة ما تملش. وما للإنسان إلا ما سعى. فزي ما قلت لك، الحرب حربك، محدش هيشيل شيلتك. بس في الاخر احب ابشرك، هتوصل وهتحقق حلمك وهتكسر الدنيا. عارف ليه؟ عشان انت قلت يا رب، ما قلتش يا عبد. عشان انت صدقت نفسك وثقت في نفسك وثقت في ربنا قبل اي حاجه. فصدقني والله 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 باذنك يا رب هتوصل. الرساله دي ليك. ايوه ليك يا عم، ما تتخضش، انا بفوقك بس.